هو مين اللي قال ان نمبر 1 واحد بس؟ احنا عندنا في كل مجال في مصر نمبر 1 حقيقي. يعني عندك مثلا في المزيكا المطرب عمرو دياب، ولو رجعت بالزمن شويه هتلاقي اخد موسوعه جانيس، وده كان كاكتر فنان عربي واخد جوائز عالميه في الموسيقى. واللي ما يعرفش في عمرو دياب ما طلعش ابدا بسهوله، واتحارب كتير جدا عشان يوصل للنجوميه والشهره اللي هو فيها دي. ده غير انه ساب بلده بورسعيد وعاش في الشرقيه، كل ده بس عشان يحقق حلمه، واللي فعلا قدر يحققه اغانيه بقت موجوده في اكتر من فيلم اجنبي. اما بقى نمبر 1 في مجال الاخراج فعندك المخرج يوسف شاهين، واللي لو خدت بالك في الشركه العالميه جوجل كرمته ونشرت صورته على متصفحها في كل دول العالم. ولو ما تعرفش فيوسف شاهين اول واحد اترشح لمهرجان كان، غير ان اول مخرج توصل افلامه من المحليه للعالميه. وبرضه بدايته ما كانتش سهله نهائي، وكان شاب عادي من اسره متوسطه في محافظه الاسكندريه. واحب اقول لك ان يوسف شاهين هو اللي اكتشف محمد منير، وفاز بجوائز كتير عالميه من اهمها جائزه الدب الفضي، وده من مهرجان برلين السينمائي، غير جائزه اليونسكو من مهرجان فينيسيا. اما بقى الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فيعتبر من اشهر قارئي القران، واسمه او الاسم يستشهدوا بيه قدام الطلبه ويتعلموا منه القراءه والتجويد. واحب اقول لك ان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد كان من قريه بسيطه في قنا، وكان من اسره فقيره، لكنه اجتهد وبقى اطول صاحب اطول نفس في القراءه، ومن اكتر المقرئين اللي خدوا اوسمه في تاريخ القراءه. اما بقى نمبر 1 في الكوره فمش محتاجه اقول لكم اسمه طبعا، انتوا عارفين انه محمد صلاح، واللي مر بصعوبات كتير جدا عشان يقدر يوصل للي هو فيه. وبدأ الاول في فريق المقاولين العرب، والزمالك رفضوا انه ينضم ليه، لكنه بعد كده احترف عالميا وبدأها في الدوري السويسري مع نادي بازل. وبعد انتقالات كتير بقى نجم النادي ليفربول، وبقى محمد صلاح من المرشحين للفوز باحسن لاعب في العالم. اما بقى عن النجم عمر الشريف، واللي اخد جائزه الجولدن كلوب بعد دوره في فيلم لورانس العرب، واللي قدر من خلاله يكون احسن وافضل من نجوم امريكا. ولو ما تعرفش فوالد عمر الشريف اساسا كان تاجر اخشاب، لكن عمر الشريف امن بحلمه وسافر امريكا عشان يبقى نجم من نجوم هوليوود، وبعدها قدر يوصل ان ياخد اكتر من جايزه عالميه. والحقيقه ان نجاحه ما كانش عادي، ده قدر كمان ينافس نجوم في امريكا ويثبت ان افلامه انجح واحسن الافلام العالميه. غير بقى الاديب نجيب محفوظ، واللي بناته استلموا جايزه في الادب، واللي بتعتبر ارفع جايزه عالميه في العالم، وكان نجيب محفوظ اول اديب بياخدها. روايات نجيب محفوظ كانت كتير جدا، ومعظم الاعمال الفنيه فهي تجسيد فني لرواياته، وده كمان اسمه اتكتب من افضل 100 كاتب في العالم. وبالرغم من كده كان بيصحى من النوم ويفطر وينزل يشتري الجرايد ويقعد عادي مع اصحابه، وعمره ما قال انه نمبر 1. اما بقى عن نمبر 1 في مجال رفع الاثقال فعندنا البيج رامي، واللي اخذ المركز الاول في مسابقه الكلاسيك لكمال الاجسام. البيج رامي يعني ما صحيش من النوم لقى نفسه بيج رامي، ده راح جيم واجتهد وتعب، ده كمان اشتغل بياع سمك زي شغلانه اهله، وكمان سافر الكويت عشان خاطر لقمه العيش. لكن وسط كل ده ما نسيش حلمه، وبقى بيتمرن وبيشارك في مسابقات عالميه لحد ما اخذ المركز الاول في مسابقه مستر اولمبي. ومع ذلك برضه ما قالش انه نمبر 1 في مجاله وعضلاته تشهد. عندك كمان الملحن رياض السنباطي، واللي اخذ جائزه اليونسكو، وده على انه اكتر ملحنين العرب تاثيرا في الوجدان والموسيقى العربيه، وده لانه قدر يعبر بالحانه عن كل حاجه بيحس بيها الانسان العربي، واللي كان سبب في نجاح كبير قوي لكوكب الشرق ام كلثوم، وده بالحانه لانه اشهر ملحن لاغاني ام كلثوم. وما نقدرش ننسى برضه نور الشربيني، واللي اخذت الجائزه العالميه في الاسكواش، ومن وهي عندها 8 سنين قدرت تكسب في البطولات لحد ما خدت لقب احسن واصغر لاعبه في بطوله السيدات. وفي سنه 2014 شاركت في بطوله امريكا المفتوحه، وبقت اول لاعبه تدخل في قائمه اول 10 مراكز في التصنيف في لعبه الاسكواش. نور الشربيني قدرت تكسب بطوله العالم مرتين ورا بعض، وده كان في سنه 2016 و2017، وكمان كانت المصنفه رقم 1 عالميا، وعمرها ما قالت بصوا عليا ده انا نمبر 1. ده غير بقى ان احنا عندنا ناس كتير قوي في مجالات نمبر 1 زي احمد زويل ومجدي يعقوب ومحمد العريان وهاني عزرة وفاروق الباز. والحقيقه ان عمرك ما هتلاقي شخص محقق نجاح حقيقي ويقول على نفسه انه نمبر 1. قول لنا بقى انت تعرف حد نمبر 1 في مجاله؟